السلام عليكم ورحمة الله، معاكم هبة. النهاردة هنعمل جلاش بطريقة سهلة وبسيطة خالص وإن شاء الله تعجبكم. معايا هنا بقى لفة جلاش، ومعايا هنا بقى جبنة موتزاريلا، ومعايا لحمة متعصجة مفرومة، ومعايا هنا فلفل ألوان زي ما انتوا حابين، ومعايا هنا جبنة رومي مبشورة، ومعايا هنا زيتون متقطع، ومعايا سمنة على زيت أو زبدة براحتكم زي ما انتوا عايزين. والحشوة دي ترجع لكم. نقول بسم الله. ومعايا هنا فلفل ألوان هحط عليه الزيتون وهقلبهم كويس. سهلة جدا على فكرة ولذيذة، وتنفع غدا تنفع عشاء تنفع سناك بقى، يعني براحتكم. والحشوة دي ترجع لكم، ممكن تونة، ممكن لحمة متعصجة، ممكن فراخ، براحتكم. ممكن جبن. كده بقى انا هحط بقى كده اللحمة، وهحط كده الفلفل الألوان بالزيتون والجبن. براحتكم بقى، الميكس اللي انتوا عايزين تحشوه بيه براحتكم. ممكن تحشوها جبن بس، ممكن تعملوها حلو برضو، مفيش مشكلة. سهلة خالص وبسيطة وإن شاء الله تعجبكم. وهقفلها كده، والحشوة مش هتخرج منها. شايفين؟ كل ورقتين هعملهم نفس النظام. ومعايا هنا الصاج بتاعي كده، هدهنه سمنة أو زيت أو زبدة براحتكم زي ما انتوا حابين. وهحط فيه بقى الجلاش بتاعي، وهعمل لكم واحدة تانية عشان تشوفوها. ممكن تمكس كل دوت على بعضه وتحشوها، بس أنا حبيت إن أنا أوريكم خطوة خطوة. ولو انتوا لسه بتشوفوني ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة والكومنت الجميل، وتشيروا الفيديو ده في كل مكان. سهلة خالص وبسيطة. شايفين كده؟ هكمل الكمية بقى كلها. وبعد كده بقى هدهن الوش بتاعها من السمنة والزيت أو الزبدة زي ما يعني زي ما انتوا المادة الدهنية اللي انتوا حابينها. وادخلها على فرن عالي. وخلي بالكوا بقى لأن الجلاش ما بياخدش وقت في الفرن. شايفين كده؟ شايفين بقى السوا بتاعه بقى عامل ازاي ومقرمش. وتقدموها بقى بالشكل اللي انتوا حابينه. انا قدمتها مع الخيار المخلل اللي كنت مخليه معاكم برضو زي ما انتوا شايفين كده. وقدمتها مع الكاتشب ومع المستردة. واشوفكم فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.